كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في مكان بعيد وهادي كانت فيه قرية جميلة قوي اسمها قرية الفواكه. القرية دي كانت مش زي أي قرية، لأ دي كانت كلها معمولة من الفاكهة، واللي عايشين فيها كمان فواكه بيتكلموا وبيضحكوا وبيحبوا بعض. في وسط القرية كان فيه الأناناسة لولو، وهي كانت عمدة القرية، ست طيبة وكبيرة في السن، شعرها من ورق النعناع ودايماً شايلة شمسية من قشر البطيخ. جنبها كان ساكن تفاحة سوسو، بنت نشيطة وحبوبة، بتحب تلعب رياضة وتقفز فوق السحاب، دايماً بتساعد جيرانها وبتضحك كل اللي حواليها. وكان في كمان موزة ميزو، الولد الشقي بتاع القرية، كل شوية يعمل مقلب في حد بس قلبه أبيض، وأول واحد يجري لو حد محتاج مساعدة. وفي يوم من الأيام ظهرت غيمة سودة فوق القرية، الدنيا ما بقتش تنور، والشجر بدأ يذبل والفواكه بدأوا يزعلوا. لولو الأناناسة قالت لازم نعرف إيه اللي بيحصل، مش معقولة كده. سوسو التفاحة قالت يمكن الغيمة دي تايهة ولازم نوجهها لطريقها. ميزو الموز قال وهو بيضحك ولا يمكن حد نسي يطفي الغلاية ونسي البخار شغال؟ قرروا التلاتة يطلعوا رحلة ويشوفوا مصدر الغيمة. مشيوا لحد ما لقوا كيوي زعقوقة، فاكهة غريبة جاية من بعيد، كانت زعلانة وقاعدة لوحدها والغيوم طالع من حزنها. قالت لهم أنا جيت من بلد بعيدة، وكل ما أروح مكان الناس يخافوا مني عشان شكلي مش ناعم زيكم. لولو ابتسمت وقالتها شكلك مختلف بس قلبك ممكن يبقى أحلى من الكل. سوسو قالت وهي بطبطب عليها إحنا هنا بنحب بعض ومفيش حد غريب، إنتي مننا. ميزو قال تعالى نلعب سوا وهنعمل حفلة مخصوص ليكي. وفعلاً بمجرد ما زعقوقة ضحكت الغيمة اختفت والشمس رجعت تنور، وكل الفواكه جم يرحبوا بيها وبقت عضو جديد في القرية. ومن يومها بقت قرية الفواكه أكبر وأجمل، لأنهم عرفوا إن الاختلاف هو اللي بيخليهم مميزين. ولو عجبتكم القصة دوسوا لايك، ده حلاوة المانجا، واشتركوا في القناة علشان الحكايات الجاية هتبقى أحلى.